عم يسمعوا. وصلنا إلى منطقة القلمون جبال قارة. عملنا معسكر هنيك مشان ننطلق باتجاه القصير. كانت الفكرة عنا ما ندخل على القصير فورا، نفك الحصار عن القصير عن طريق جوسة أو العبودية أو من جهة شمسين أو من أي جهة ثانية، بحيث أنه نخفف الحصار عنهم، نقتحم من هون بهذيك الجهات. بكل أسف قلت لك رح أكون شفاف معكم على الآخر. بكل أسف ثوار منطقة القلمون أو ما يسمون ثوار، حقيقة هن ما هن ثوار، هن عبارة عن مهربين، ما تعاونوا معنا على الإطلاق، بما فيهم المجلس العسكري تبع القلمون. ضلينا 3-4 أيام كل يوم نستطلع ونحط خطط وخذلونا، بما فيهم ثوار جوسة والشيخ أحمد أمون. بكل أسف راحوا يقتلونا لهنيك بدون أدلاء بدون حدا، ما حسنا ندخل، فقررنا بدنا ندخل القصير حتى شو ما صار يصير. قلنا لهم أخي إحنا رايحين عملية انتحارية بدنا ندخل على القصير، اللي بده يروح معنا أهلا وسهلا. المهم رحنا دخلنا القصير بطريق دخلتنا. وقت اللي دخلنا على الفتحة بعد ما قطعنا الأستراد ضيعنا الأدلاء. انفجرت فينا 3 سيارات، روحت لنا 13 شهيد بالألغام، ما حدا مستطلع لنا الطريق، ما حدا كاشف لنا الألغام، ومع ذلك قلنا الله يتقبلهم، ما في عنا أي مشكلة، احنا داخلين ومتوقعين كلياتنا مشاريع شهادة. دخلنا إلى مدينة القصير. طبعا هذا الكلام أخرونا يومين. الأدلاء كانوا عم ينسقوا مع ثوار القصير مع قادة القصير، ما بدهم إيانا قادة القصير، قسم منهم طبعا ما الكل، ما بدهم إيانا ندخل إلى القصير. الجماعة مقررين الانسحاب. وقت الفتنا على القصير، نهار اللي فتنا كانوا مجمعين حالهم كلياتهم ومقررين الانسحاب، وكانت القصير مثل المحشر. سمعوا انه احنا بدنا ندخل، تراجعوا عن قرارهم تحت ضغط الاهالي. عم تسمعوني يا اخي؟ الو. نعم سيادة العقيد، نعم عم نسمعك، كلنا اذان صاغي ومعك على السمع. نعم سيادة العقيد، نعم عم نسمع. دخلنا كانت نعم فرحة الناس فينا شيء لا يوصف، فرحة المقاتلين فينا شيء لا يوصف، بس القادة ما كانت فرحتهم فينا كثير مزبوطة. ما أنا مشكلة. ثاني يوم عملنا اجتماع لكل قادة التشكيلات الموجودة، كانوا شي 17 تشكيل، منشان نعمل غرفة عمليات. قلنا لهم إن كان أنا وإن كان الأخ عبد القادر صالح، قلنا لهم يا جماعة إحنا ما لنا جايين قادة، إحنا جايين مقاتلين. أنا لابس جعبتي ولابس وشايل باروتي، وإحنا جايين مقاتلين، جايين نشتغل بقيادتكم وبأمركم. أنتم أصحاب المنطقة وأنتم أدرى بالمنطقة وبالأرض. فبدل ما نعمل غرفة العمليات، الشباب قرروا بنسبة 14 صوت انه بدهم ينسحبوا. احنا غرب ما بنحسن نعمل اي شيء، مجبورين نخضع لقرار الجماعة. ومع ذلك حاولت معهم، انا ضربت لهم امثلة شو صار عنا بعنادان السنة الماضية، شلون حاولوا يقتحموا عنادان، واللي قاوموا بعنادان 17 مقاتل اول يوم. ثاني يوم وقت شافوه الناس صمدوا رجعوا. فهمتهم انه احنا الله معنا، لو كانوا هن اقوى بالعده والعتاد، بس احنا الله معنا والله اقوى من الجميع. المهم ما كان في فائده. اخر شيء يعني الى حد ما خجلوا منا. وقت اللي قلت لهم، انا قلت لهم احنا اذا بدكم تنسحبوا احنا جايين لنموت على ارض القصير، ما راح ننسحب. خجلوا منا وبقيوا. ثاني يوم شكلنا غرفه عمليات، رتبنا لهم الامور، جبنا لهم جهاز اسقاط، حطينا الجوجل، عينا النقاط، وزعنا العناصر، اخذنا كل واحد شو عنده مقاتلين، شو عنده ذخيره، شو عنده سلاح. شكلنا لجنه متابعه من الضباط اللي كانوا مهمشينهم كلياتهم عمداء وعقداء. تعالوا انت هذا القطاع مسؤول، كل واحد مسؤول عن قطاع يتابعه ويتاكد من صدق قاده الكتائب والالويه انه فعلا العدد عندهم صح. شكلنا لجنه شرعيه مشان محاسبه الناس المسيئين والناس اللي بتنسحب. اشتغلنا عمل منظم كثير حلو. بس بكل اسف فكره الانسحاب ما انشالت من مخ بعض القاده. طبعا احنا بنعذرهم، حقيقه هن معذورين. اعداد الشهداء كبيره، اعداد الجرحى كبيره، المقاتلين. طبعا انا ثاني يوم عملت جوله على كل الجبهات بالكامل، على مسافه كنت 10 امتار من النظام والحزب، كل الجبهات عملت عليها. وكانت معنويات الناس وقت اللي شافوني عاليه جدا، المقاتلين معنوياتهم كثير عاليه، وانبسطنا كثير الحمد لله. ثالث يوم خضنا معركه هجوم على الضبعه، كبدناهم 35 قتيل لحزب الشيطان والنظام. غنمنا منهم شو اسمه دمرنا لهم دبابتين، غنمنا مدفع دبابه ومدفع 106. كانت معركه رائعه جدا، المعنويات ارتفعت. خامس يوم الحقيقه وإذ هن منهارين. هن هجم النظام والحزب من جهه جنوبيه، بعض القاده راح عنده بعض الشهداء، اجوا اجتمعوا كلياتهم
تعايطوا مع بعض، صيحوا على بعض، بهدلوا بعض. اضطريت انا وعبد القادر صالح تركنا الجلسه لانه كان جلسه كثير فيها فوضى بين بعض وقله احترام مع بعض. الدكاتره بما فيهم الدكتور مازن مطر مصاب الزلمه ومصاب باجره، اجوا لك يا شباب كرمال الله الامور بخير اسمدوا، بهدلوه عيطوا عليه ما احترموه. اتفاجئنا بعد ساعتين ثلاثه بيجي قائد المجلس العسكري، بكل اسف اني عم بحكي هي التفاصيل كلياتها بس راح اكون شفاف معكم. بيجي قائد المجلس العسكري بيقول لي انت وعبد القادر صالح رموز من رموز الثوره السوريه، لازم اطالعكم من القصير الان وتنسحبوا الى غير مكان خوفا عليكم وحرصا عليكم. قلت له هل يعقل انت بتفكر انه ممكن احنا ننسحب ونترك عناصرنا؟ احنا جينا بنرجع مع عناصرنا، بنحيا مع عناصرنا ونموت مع عناصرنا، لا يمكن. احنا عم ناكل معهم ونشرب معهم ونقاتل معهم ولا يمكن الا نبقى معهم، روحنا ما اغلى من روحهم. المهم بعد ساعتين او ثلاثه واذ بيجونا واذ كل المقاتلين من القصير منسحبين مو بقيا غيرنا احنا. اضطرينا ننسحب. ساعدنا المدنيين، ساعدنا الجرحى، طبعا هن كمان ساعدوا، كل واحد اخذ جرحى. تمت عمليه الانسحاب الى الضبعه. تجمعت الناس بالضبعه وبالصالحيه وبالبويضه الشرقيه وما بعرف وين. الطيران طلع قصف، الجفوزليكا، المدفعيه، الراجمات. الشباب اجتمعوا وقرروا الانسحاب بدون سلاح. قلت لهم يا شباب يا جماعه الخير شلون بدكم تنسحبوا بدون سلاح؟ يا اخي بنقتحم الحواجز وبننسحب بشرف. قال لا اخي عندهم خطه يطالعوا المدنيين بحيث انه ما يتاذى ولا مدني، بس بدون سلاح بدون اليات بدون شيء نطلع مشي. قلنا لهم احنا مع الجماعه يا اخي، واحنا بالنهايه غرب عن المنطقه ولا ندرك الجغرافيا تماما يعني. فتم الانسحاب. حقيقه رحنا اول يوم كلياته مشي، طلعنا بعد المغرب صلينا المغرب ومشينا. راح يطلع عليه، طلع علينا الضوء واحنا لسه ما وصلنا، ضيعنا الادلاء كلياتهم. قصف علينا من كل الجهات. رجعنا تخبينا بين البساتين، بساتين حيرج اللي بيعرف الجغرافيا. اجتمعت عشرات او اكثر من 10,000 مدني وفي منهم مقاتلين. هجم علينا الجيش، طوقنا من كل محل، الشبابنا قاوموا الجيش وبكل اسف يعني قله قليله من سوار المنطقه اللي قاوموا هن سوار حلب، سوار دير الزور وجبهه النصره، وفي بعض من سوار المنطقه يعني مشان ما نبخسهم حقهم. صدينا للهجوم، ضلينا للمساء، رجعنا مشينا كمان. كان مثل يوم المحشر بالضبط تماما، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، كان يوم محشر حقيقه. والله هو سبحانه وتعالى اللي نجى الناس من القتل. والله كانت القذائف تضرب ببعض، كل انواع السلاح استعملوه ليدمرونا ويرتكبوا مجزره ما يطلع ولا واحد. الحمد لله رب العالمين، الله نفذنا وطلعنا باعجوبه ملائكه كانه حمتنا وطلعنا من القصير. وهذا اللي صار بكل اسف يعني. طبعا انا برجع بقول الجماعه معذورين. الحمد لله الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. حقيقه احنا كنا عم نشجعهم على الصمود، بس حقيقه عمليه الصمود هي عمليه انتحار. ما خلينا نكون منطقيين، ما بدنا نعمل احنا مزاودات ونزاود على الناس اللي موجودين هنيك. والله الشباب اللي صامدين هنيك والله ما بيصمد غير الصحابه هالصمود اللي صامدينه. حرام للانصاف. وقاده المجموعات اللي قرروا الانسحاب حقيقه كانوا معذورين، لانه عندهم قتلى كثير، عندهم شهداء كثير، عندهم جرحى كثير. العامل الضغط النفسي اللي كان اكثر شيء مأثر على المقاتلين هن الجرحى. الجريح عم يصاب، الدود انا شفتهم بعيني، جرحى الدود عم يمشي بجسمهم بالجرح، ما حدا عم يحسن يطالعهم. الموضوع صار صعب كثير فعلا، لا يمكن التحمل ابدا. سياسه الارض المحروقه صواريخ تصنيع حزب الله او ايران، صواريخ صغيره محطوطات على منصات فراغيه، الصواريخ تضرب البناء تشيله كلياته بالكامل. فانت وين بدك تصمد كمقاتل؟ انت محتمي بالبناء، البناء راح اضطريت تتراجع لورا، البناء اللي تراجعت عليه عم يرجعوا يقصفوا ويدمروه، فلا يمكن الصمود اطلاقا. حقيقه شهاده لله، هن رجال شجعان تماما وخصوصا المقاتلين، بس في انفصال بين المقاتل والقائد. القاده ما بيدوروا على الجبهات ولا بيشوفون المقاتلين نهائيا. هذا كانت مشكله كثير كبيره. غرفه عمليات ما عندهم، ما في تنسيق، ما في محبه، في انعدام للثقه بين القاده شبه كامله. هذا واقع حال القصير. طيب نسأل الله لكم السلامة والنصر القريب العاجل. المجاهد العقيد عبد الجبار العقيدي، سيادة العقيد، نحن كصوت هون إعلامي على النت والشبكة العنكبوتية، نحن لما منهول لمنطقة
وكشف إجرام النظام وتسليط الضوء على تدخل حزب الله في القصير وتدخل إيران، سواء إن كان في القصير ولا أي منطقة من سوريا، قوم بعمل كويس عم نخدم الثورة، أو نحن عم نهول مثلا لهالمنطقة كتير، بحيث إنه إذا رجعت هالمنطقة وانسحب الثوار والمجاهدين والجيش الحر إنه نحن عم نقوم بعمل خاطئ. تمام هذا الكلام. الحقيقة ما لازم نرجع نعمل رموز مثل ما عملنا بابا عمر أو حي صلاح الدين في حلب، رجعنا عملنا القصير رمز وكأنه إذا سقطت القصير انتهت الثورة وسقطت سوريا. هذا الكلام كتير خاطئ. يعني سيادة العقيد لما منكون مثلا بمعركة مع النظام وشديدة بمنطقة، انه ما نهول لهي المنطقة كتير، مثلا ما نعطي عليها آمال، حتى لو كانت انه مثلا نحن عم نورجي العالم جرائم النظام وعم نوصل للعالم اللي عم يفعلوا النظام بهاي المنطقة. جرائم النظام بس ما نعتبرها رمز، ما نعتبر رمز والله سقط بابا عمر سقطت الثورة السورية انتهت، او سقطت القصير راحت الثورة السورية، سقط حي في اي مدينة انتهت الثورة السورية. لا يا اخي، هي عبارة عن خسارة معركة جولة، ما هي خسارة حرب. تماما تماما سيادة العقيد. اللي رأيتوه بالقصير سيادة العقيد، هل في منه شيء بحلب؟ لا لا ابدا. حقيقة حجم المعركة وحجم التدمير وقوة القصف اللي شفناها بالقصير ما رأيناها خلال السنة ونص اللي احنا فيها موجودين بحلب بمعارك التحرير ابدا على الاطلاق. كان الله في عون اهل القصير وثوار القصير. كان شيء مو بالعقل ابدا. القوة التدميرية اللي استعملت النظام لا يمكن وصفها. وضع العقيد عبد الجبار العقيدي بما انه هو المسؤول المجلس العسكري في حلب، تواصلوا مع الكتائب الاسلامية وحول علاقة المجلس العسكري بالكتائب الاسلامية. انا الجميع بيعرف علاقتي انه مميزة مع الكل، مميزة مع الجميع. انا الي تواصل مع كل الكتائب الاسلامية والجيش الحر، والجميع اصدقائي وبزورهم، ان كان نصرة وان كان احرار وان كان فجر وان كان الجميع. علاقتي مع الجميع. انا بالنسبة لي كل من يقاتل هذا النظام على ارض سوريا هو حبيبي. طبعا سيادة العقيد، الجرائم عم تصير جرائم بحلب، واخرها حصلت لطفل بعمر 14 سنة، بعمر 14 سنة كانت بحلب، وتداول الاعلام بشكل يمكن بحجم مدينة القصير انه على الجماعات ونسبة التهمة لجماعة اسلامية، واهل الطفل طالبوا الهيئة الشرعية بحلب والجيش الحر بالامساك بالفاعلين والتقصي والتحقيق بهذا الموضوع ومطالبتهم بمحاكمتهم. فهذا الموضوع كان كتير غامض وكتير شائك، بحيث انه وجه الانظار على الثورة بانها ثورة همجية فيها عناصر عم يشوهوا هاي الثورة. ولما بيكون الواحد بعيد عن ارض الواقع بيكون مغيب، ما له غير وسائل الاعلام اذا ما تواصل مع احد من الداخل. يا اخي العزيز، اول شغله انا ما كنت بحلب الفتره هاي. شوف ايمت طالعوا هذا الموضوع بفتره سقوط القصير لتحويل الانظار الى شيء مختلف. اول شغله منه اللي من كل الناس والشهود واهل الطفل والكل يسمي الكتيبه اللي قامت بهذا العمل او الجماعه اللي قامت بهذا العمل، كله نسبه للجماعات الاسلاميه. انا من عندي بدون لسه ما ادخل لحلب، لانه اذا دخلت على حلب انا راح خلي الشباب يفتحوا تحقيق بهذا الموضوع ويتابعوه، لانه بس انا من عندي بقول لك لا يمكن الجماعات الاسلاميه تقوم بهذا العمل، لا يمكن. انا مطلقا يعني بدي اقول لك انا بدون ما اشوفهم الان بحلف عنهم يمين انه مو هن اللي قاموا بهذا العمل. جبهه النصره طلعت بيان نفت هذا الموضوع ونفت علاقته بهذا الموضوع، وانا من عندي بقول لك الا اذا الجماعات اللي تدعي انه هي جماعات اسلاميه هي من صنيعه النظام. في جماعات وكتائب هي صنيعه نظام وهي مخابرات سوريه وشبيحه الان تحت مسمى الجيش الحر. احنا عم نتابعهم جماعه، والاسبوع الماضي انعدم قائد لواء ونائبه، اثنيناتهم انعدموا
لانه هن سيئين وعم يسيئوا للجيش الحر. فانا من عندي بقول لك الموضوع اكبر من هيك، الموضوع هي اساءة للجيش الحر، اساءة للثورة السورية، اساءة للجماعات الاسلامية. لا يمكن، انا من وجهة نظري لا يمكن في اي احد عاقل او يؤمن بالله سبحانه وتعالى يقوم بذبح طفل عمره 15 سنة لمجرد انه والله حتى لو كفر. حتى الانسان اذا كفر بيرجع بيتوب يا اخي، بيستغفر ربه وبيتشاهد وبيتوب. مين قال انه بينقتل؟ والطفل لساته ما بلغ سن الرشد. أكيد. بارك الله فيك سيادة العقيد. بقدر أنا أذكر اسم هذا القائد اللي تم إعدامه ونائبه ولا أتحفظ عليه؟ ايه، محمود المجدمي هو ومعه شخص اخر نائبه اسمه ابو طالب، تم اعدامه من قبل الهيئه الشرعيه. احنا شباب اللي هو شهرين او قائد جيش محمد، اللي هو قائد جيش محمد. تماما، قائد جيش محمد. نعم، جيش محمد الموحد، وهو حقيقه تمام. هو عدو تمام. محمد جيش نعم 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 نعم. الله يبارك فيك يا رب. سيادة العقيد عبد الجبار، المجاهد عبد الجبار العقيدي، طبعا بعد اجتماع الخميس لاتحاد كبار هيئة علماء المسلمين بالقاهرة تم الإفتاء للأمة الإسلامية في الجهاد على أرض الشام بالنفس والمال. هل القادات العسكريين ومنهم القائد عبد الجبار العقيدي استعدوا لهذا الأمر وصار في تنسيق وترتيب على هذا المستوى؟ لا، بالحقيقه انا بالنسبه لي تفاجات امبارح بهذا الموضوع. قلت لك احنا كنا منقطعين على الاخبار، تفاجات بهذا الموضوع امبارح. الله يجزيهم الخير العلماء. بس احنا ما بدنا يصير فينا افغانستان ثانيه ولا العراق ثانيه. عرفت علي شلون؟ بيصير فينا مثل نظام الاسد وقت اللي دخل المقاتلين كلياتهم الى العراق، واخر شيء صفوهم او عرفوهم، يعني اخذوا الامور على شلون بدي اقول لك، كسبوا من كافه الاطراف. اولا كسبوا الراي العام العربي والاسلامي انه النظام السوري الوحيد اللي سمح بدخول المجاهدين الى العراق. اول شيء جمعهم، عرفهم مين الناس اللي عندها نزعه جهاديه. اللي قتلوا بالعراق قتلوا، واللي ما قتلوا عمل له فيش من رجعته اعتقلوا. وبالتالي الحقيقه احنا بنقول احنا بناخذ الامور على المحمل الحسن، بنقول الله يجزيهم الخير جميعا. سوريا والله ما هي بحاجه مقاتلين، والله عندنا مقاتلين ابطال، ويعني شو بدي اقول لك، والله يعشقون الشهاده. احنا بحاجه الى الدعم، السلاح والمال، والسلاح اكثر من المال. لا نريد ايضا مال لان المال افسد الثوره، نريد سلاح فقط. ومجاهدين سوريا وثوار سوريا قادرين على تحرير سوريا، وتحرير مو سوريا بس، وتحرير حتى لبنان من هالعصابه المجرمه، عصابات حزب الله. بس بنقول احنا الله يجزيه الخير. اللهم انا شو بدي اساوي بالمقاتلين؟ الله يبارك فيك المجاهد بدون سلاح. نعم. المجاهد العقيد عبد الجبار العقيدي، علاقة القادة العسكريين وانت بصفتك قائد عسكري وقائد المجلس العسكري بحلب، بالمجلس العسكري الأعلى اللي بيترأسه اللواء سليم إدريس، وشو طبيعة التواصل مع هذا المجلس؟ أم هناك بعد عن التواصل ومع كافة القيادات العسكرية؟ أول شغلة للتوضيح، اللواء سليم ما هو قائد المجلس العسكري الأعلى. اللواء سليم هو رئيس هيئة الأركان. المجلس العسكري الأعلى مؤلف من 30 شخصية، من كل جبهة في 6 شخصيات، 10 منهم أو 11 ضباط و19 من المدنيين. الحقيقة هن منفصلين عن الواقع تماما، ما لهم أي ارتباط ولا لهم أي علاقة مع الداخل. اللواء سليم إدريس هو رئيس الأركان. احنا كمجالس عسكرية نتبع لها الأركان. في تواصل بيننا وبين اللواء سليم، تواصل شبه يومي أو كل يومين 3 حسب ظروف الاتصالات. بس المجلس العسكري الأعلى هذا هو قاعد بباب الهوى قسم منه، والباقي كلياتهم موزعين على جبهاتهم، في منهم أو في الداخل، وفي منهم بالسعودية، في منهم بلبنان، في منهم قاعدين أكثرهم بتركيا. حقيقة هن منفصلين عن الواقع. مع العلم أنا عضو بهذا المجلس العسكري الأعلى، بس حقيقة لا بحضر اجتماعاتهم ولا كتير بيعنوا لي أي شيء. رغم أنه ثاني يوم اللي دخلت على القصير هذا المجلس العسكري الأعلى اجتمعوا باسطنبول، واجتهم توجيهات من عقاب صقر ومن لؤي المقداد
انه اقيلوا العقيد عبد الجبار من قائد المجلس العسكري بحلب، لانه تهجم على حزب الله وهدد بنقل المعركه الى الضاحيه الجنوبيه، كونهم هدول اثنيناتهم شيعه يعني. لؤي المقداد امه شيعيه وهداك وحيد صقر الشيعي. وطبعا طلعوا قرار هن فورا طبعا باقاله العقيد انا عبد الجبار من قائد المجلس العسكري نعم وتعيين عبد طبعا. الحميد زكريا. طبعا طبعا انا كلامهم سياده العقيد نص فرنك عند المقاتلين، ما بيسوى نص فرنك عند المقاتلين على الارض، كلياتهم بزقوا عليهم وبهدلوهم وقالوا لهم احنا اللي عينا العقيد عبد الجبار قائد مجلس عسكري وما حدا بيحق له يعزله غيرنا احنا. نعم تماما. وانتشر الخبر سيادة العقيد أثناء على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم عزل اللواء عفوا تم عزل العقيد عبد الجبار العقيدة من قبل اللواء سليم إدريس. هيك بثت الأخبار لا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا مجلس مختلف عن سليم إدريس. لا سليم إدريس الزلمه نفى علاقته. طيب اوكي، انا في معي احد القصه واثنى على العقيد عبد الجبار وقال انه ما له علم بكل هذا الموضوع، وحقيقه ما له علم. طيب في معنا بس احد الاخوه للضروره، انا بدي مر واعطيه المايك يسالك سياده العقيد اذا تكرمت. عماد معنا يا عماد، تفضل المايك لك. معلش السلام عليكم، حياك الله سيد العقيد. انا ما حطيل عليك، بدي اسال سؤال. يعني اللي فهمته من كلامك انكم ما بدكم مقاتلين. هلا سؤالي حيكون شو نوعيه الدعم اللي بدكم اياه حتى تخلص معاناه الشعب السوري؟ والسؤال الثاني يعني فضلا ليس امرا، ما هو رايك في القرار الامريكي انه ممكن يدعم الثوره؟ تفضل وبارك الله فيك ونورت الغرفه وجزاك الله الف خير. واحنا كل والله ندعي لكم في صلاتنا. يعني انا تونسي والاخوه هون من بعض كنا اهل السنه والجماعه من دول اخرى، يعني جميع الامه الاسلاميه موجودين في الغرفه، وانا باسمي وباسم الغرفه بوجه لهم تحيه انهم حضروا معنا حتى يتشرفوا بسؤالك والحديث معك، وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي العزيز، حياك الله وحيا كل تونس وحيا كل الدول العربية والإسلامية. حيا الله كل أهل السنة والجماعة اللي عم يشاركونا في كل شيء في معاناتنا. احنا عندنا أخوة من تونس، عندنا أخوة من كل الوطن العربي والدول العالم الإسلامي موجودين معنا. الموضوع حقيقة هو حرصا على الأخوة، لأنه اليوم المجاهد اللي بده يجي وما عنده سلاح شو الفائدة؟ وعندنا مقاتلين. احنا حقيقة احنا ما عم نقلل من شأن ولا حقنا أبدا نحرم أحد من حق الجهاد، من شرف الجهاد في سبيل الله مع هالطغمة هي الكافرة. احنا عندنا كثير من المقاتلين، عندنا يمكن اكثر من نصف الجيش الحر ما عندهم سلاح، قاعدين بنتناوب على السلاح تناوب. فاحنا حقيقة بحاجة السلاح، بحاجة المال لشراء الذخيرة، او يشتروا هن الذخيرة ويعطونا اياها. حقيقة انا ماني مع دخول المال، المال بعض الاحيان عم يفسد. هي السؤال الاول. السؤال موضوع الامريكي، اكيد احنا بنتمنى حقيقه، خلينا نكون منطقيين وواقعيين، اذا اجى دعم من الولايات المتحده بموضوع حظر جوي وموضوع تسليح المعارضه بامدادنا بمضادات طيران ومضادات دروع، فهذا يا حبذا، اكيد ما عندنا مانع، بشرط انه ما يكون هذا الدعم مشروط، ما يكون هذا الموضوع يكون فيه شروط علينا بموضوع السياده الوطنيه، بموضوع يعملوا منا صحوات. هذا الموضوع طرح من قبل وانا رفضت، حتى في دعم مالي قدموا لنا اياه رفضته نهائيا. قلت لهم احنا لا يمكن نكون صحوات العراق او تعملوا منا صحوات. اذا كان دعم بلا شروط فقط لاسقاط النظام، طبعا اكيد هن ما حيدعمونا على سواد عيوننا. اسقاط النظام بالنسبه لهم حرصا ما يمتد رقعه الصراع، تمتد تشمل بقية الدول العربية والخليجية وتشمل إسرائيل وتشمل حلفائهم من حزب الله. احنا بنعرف وانتم بتعرفوا ان موضوع العداء الامريكي لايران ولحزب الله هو عبارة عن تمثيلية. هن اصدقاء واخوة، لانه خلينا نشوف في شيعي بجوانتنامو مثلا، او في تنظيم شيعي على لائحة الارهاب. فهذا الموضوع الكل يدركه، انه موضوع هذا عبارة عن تمثيلية بين ايران والولايات المتحدة وحزب الله وحتى نظام بشار الاسد. هن اصدقاء من زمان، والحرب هي على السنة قولا واحدا، ما حدا بيحسن ينكر هذا الكلام.
طيب سيادة العقيد عبد الجبار العقيدي، الله يبارك فيك يا رب. بدي اسألك، كونك الوقت اول اخي شغله قبل ما سامي، تستفري ممكن تفضل ممكن تفضل بس سيادة قبل ما العقيد. تستفري ممكن نلغي, تفضل. نلغي هاي كلمه سياده العقيد، بس بلاها هاي، بس خلينا على ابو محمد وبس. انا ابو محمد. تكرم عينك. المجاهد ابو محمد، المجاهد ابو محمد، الله يبارك فيك يا رب. كونك قائد المجلس العسكري في حلب، والقادة الاخرين اللي معك من جيش حر ومن كتائب اسلامية ومن جميع الفصائل المجاهدة على ارض سوريا، علاقتهم مع الائتلاف والمجلس الوطني، مدى قرب هاي العلاقة ومدى بعدها. طبعا نحن كخارج القطر السوري، نحن نظرتنا للائتلاف متدني جدا بعد الفشل الذريع اللي عم يفشلوا الائتلاف، وبعد الاشياء اللي عم تطلع عن الائتلاف وعم نتداولها. تفضل اخي ابو محمد. الائتلاف والمجلس الوطني مثل النظام وسوريا، في انفصال عن الواقع نهائيا. يعني هن عايشين بغير واقع وبغير كون وبغير كوكب. طيب ما بدنا نطيل عليك اخي ابو محمد، كلمة اخيرة عن طبعا الوضع. ابو سمرة انا عندي سؤال على المايك، تكرم يا فري، بس بدنا الوضع المجمل عن مدينة حلب بعد ما سمعنا انه النظام وحزب اللات عم يحضروا لاستعادة حلب بهذه الفترة. نعم، تفضل اخي ابو محمد. هذا الكلام صحيح. هن حاولوا، بعثوا مقاتلين من حزب الله، بس الحمد لله رب العالمين جبهة حلب متماسكة وجيدة. احنا منظمين، عندنا غرف عمليات، عم يتكبدوا خسائر كبيرة، إن كان بجهة الريف الشمالي أو اليوم الفجر كانوا حاولين يقتحموا من كذا اتجاه في منطقة حلب في داخل المدينة. الحمد لله تكبدوا خسائر كبيرة، وين ما راحوا عم ياكلوا قتل. وضع حلب يختلف عن القصير. القصير كانوا الثوار محاصرين من كافة الجهات، احنا بحلب النظام محاصر من كافة الجهات. احنا محاصرين النظام في كل مواقعه العسكرية. كافة الطرق المؤدية إلى مدينة حلب هي تحت سيطرة الجيش الحر، وبالتالي الحمد لله وضع مدينة حلب جيد. ولكن اليوم أنا كنت عم بتكلم مع بعض الشباب وبعض السفراء الأوروبيين، احنا وضعنا الآن جيد، ولكن إلى متى نستطيع أن نصمد ويكون وضعنا جيد إذا ما اجانا سلاح وذخيرة؟ بس احنا يقيننا أن رب العالمين معنا، هذا هو اللي مثبتنا ومخلي عزيمتنا قوية وهمتنا عالية ومعنوياتنا بارتفاع. طيب بارك الله فيك اخي ابو محمد المجاهد العقيد عبد الجبار العقيدي، تحياتنا لك. الله ينصركم بالقريب العاجل يا رب، ونشكر كتير تواجدك معنا. نحن بنعرف وقتك ثمين، ووقتك كمجاهد على ارض الواقع. نتشكرك كتير، ونحن عم ندعي لكم بالنصر، ونحن مناصرين لكم قلبا وقالبا، وقلوبنا كلها معكم بالخلاص من العصابة. طب في عندي بس سؤال عن غرباء الشام، شو وضعهم بحلب اخي ابو محمد؟ ويا ريت اللي حصل معكم بالقصير ومن اللي خذلكم من الكتائب اللي كانت عم تدعي انها جيش حر، هل انه هي راح تقوموا بتعريتها وبكشفها امام القيادات العسكرية؟ وطبعا بدي بس توضيح بسيط عن تشكيل رياض الاسعد لاعادة هيكلة الجيش الحر بايجاز. الله يبارك فيك يا رب، وبنعتذر اذا اخذنا من وقتك. تفضل اخي ابو محمد. والله ما عندي اي فكرة عن تشكيل رياض الاسعد، ما عندي اي فكرة ابدا. التشكيلات بالخارج كثيرة. رياض الاسعد عم يشكل، مصطفى الشيخ عم يشكل، اللواء محمد حاج علي عم يشكل، اللواء محمد فارس عم يشكل. كل واحد بيشكل تشكيلاته كلياتها بالخارج. الله يجزيه الخير، بركي بيحرروا لنا انطاكيا وغازي عنتاب وكلس ويمكن يبلشوا من اسطنبول. كله تحرير. اما بالنسبه لتشكيلات القصير، الحقيقه اهل القصير هن اللي بدي يعرون، مو احنا.
اوكي بارك الله فيك. انا بحب اسمي الاسماء مسمياتها باسمي كاونر للغرفه، وباسم جميع الادامن، وباسم جميع اليوزرات. وهيك شفت يعني الغرفه هاي اونرها تونسي، ادامنتها من اغلبيه سوريين، وفي من دولة من بعض الدول العربيه كمان، يعني كنا اهل السنه والجماعه. انا بشكرك وبارك الله فيك وجزاكم الله خير، وان شاء الله مره ثانيه ننسق مع اخونا سامي، ويكون ممكن لو تسمع يعني فضلا ليس امرا. انا اللي بقول لك يا الله ينصركم يا رب، واعلم ان ثورتكم ثوره حق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ضاع حق وراءه طالب. وانتم، انا كتونسي وكبعيد العرب، انا بدأني اخر كلمه بتذكر مره كان في حوار مع فيصل قاسم، وقال: نحن ننجلي احناء للتونسيين لانهم قاموا بالثوره في تلك الفتره. انا بقولها هون باسمي باسم جميع الامه، والله اننا ننحن لكم اجلاء يا اهل سوريا. الذي صار لكم لم يصل لاي شعب او اي امه في الوقت هذا. انتم بالعكس جديرون بان تقودوا الامه، وكما وعدنا الحبيب المصطفى بان رايات الشام هي التي ستقود الامه نحو انشاء الخلافه وقياده هذه الامه. جزاكم الله خير، نصركم الله. اوصانا الرسول باهل الشام، والله انا ندعوكم في صلاتنا وقيامنا وعبادنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، والله ينصركم. ان شاء الله نتواصل مع اخونا سامي. انا اقترحت عليه شيء في الخاص، ان شاء الله يبلغ لك اياه، وأن معكم حتى النصر، والله ينصركم وبارك الله فيكم. قدم لك المايك لاخر كلمه، وشكرا لاخونا الادمن ابو سمره حمص على الاداره الرائعه على الحوار، وشكرا لكل الاخوه يا اخي العقيد. والله كل الغرف الاسلاميه، كل الغرف السياسيه، لما رحنا وبلغنا الاعلان كلهم اجوا، كلهم كانوا بدهم يسمعوك. على فكره في نقل من الغرفه هذه الغرف اخرى اكبر. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بسمعك، وإن شاء الله ندي كلمة الختام، وشكرا. بارك الله بكم جميعا، تحياتي لكم جميعا، والله سررت أني أكون معكم. أحب أقول شغلة الجميع لازم يعلم فيها: نحن في سوريا لسنا في محنة، نحن لسنا في محنة أبدا، نحن في منحة من الله سبحانه وتعالى، أنه الله من علينا بهذه الثورة أن نقاتل هذا النظام المجرم وعصابته وننال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه الثورة، وأن جعلنا من أهل هذه الثورة ومن قادة هذه الثورة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا في سوريا. شكرا لكم جميعا، وتحياتي لكم جميعا. بارك الله فيك يا أخوة. نعرف الوقت، أنا آسف يعني ممكن الأخوة كتير كان بدهم يسألوا أخونا أبو سمرة، اللي سألوني في الخاص أنا ما بقدر، يعني كان أبو سمرة ماسك الحوار، وكان هيك شروط الإدارة الأخ يكون سوري حتى ما تكون مشكلة في اللهجة. إن شاء الله يعني بنصح مع أخونا سامي، وتكون